الحياه يا مان في مصر مختلفه، وما يعرفش يعيشها الا المصريين اللي زينا، اللي بيبقى يا عم عندهم قدرات خاصه. وعشان كده التحدي في الفيديو ده، لو كان فيه شخصيات من الانمي وفجاه مره واحده كده لقوا نفسهم في مصر، هنعديهم بقى بالتحديات الحياه اللي بيعيشها المصريين. هل هيعرفوا يبقى قد التحديات دي، ولا يا عم هيخستعوا وهيهربوا؟ فلو انت بقى يا مان من محبين الانمي بس بطريقه مختلفه ومضحكه كده، هتلاقيني بقى انا ادوك بعمل التحديات والفيديوهات الشديده دي. فاخبط بقى زر السبسكرايب لو انت متابع جديد، واعمل يا مان اللايك والشير المتين، ويلا بينا نشوف ايه حوار التحدي ده ومين الشخصيات اللي هتبقى معانا. الموضوع بقى يا عم هيبقى ليله كبيره وتحديات كتيره، زي مثلا تحدي الكشري، الاكله المصريه، اللي هل الشخصيات اللي معانا هتقدر بقى تبقى بتهضمها ولا ايه الكلام ده؟ غير طبعا وجبه الفطار المفضله بالنسبه لنا، وهي طبعا الطعميه. يخش بعد كده على التحدي اللي بعديه، وهي يا مان المواصلات. ما اقولكش، شوف بقى الشخصيات دي لما تبقى راكبه الميكروباص هتعمل ايه. التحدي اللي بعديه يا عم على طول كده، وهو الوقوف في الطابور بتاع العيش. ده حوار يا عم. شوف بقى شخصياتنا اللي هتبقى معانا هتعمل ايه يا مان. واخر بقى تحدي، لو الشخصيات دي فجأة كده لقت نفسها في منطقة شعبية، هتعمل ايه وهتتصرف ازاي؟ فهلا بقى بينا يا مان نشوف مين الشخصيات اللي من الانمي اللي معانا اللي فجأة هتلاقي نفسها في مصر. تالت شخصية معانا يا مان وهو جوجو، من طبعا جوجوتسو كايزن بالابيليتي بتاعة الانفاينايت. تاني شخصية معانا هو سونج جين وو، من طبعا سولو ليفلنج بالاشباح بتاعته. والشخصية اللي معانا الاولانية هي يا مان لوفي من انمي وان بيس طبعا. امال وان بيس عمك كمان. وفي التحدي ده مش هيبقى فيه بقى اي مقدار لقوة، لكن هتتمكن الشخصيات بتاعتنا بتاعت الانمي دي ان هي تستعمل المهارات والابيليتيز اللي عندهم عادي. يلا بينا بقى ندخل الشخصيات بتاعتنا على اول تحدي ونشوف هيعملوا ايه. هوبا تخش بقى الشخصيات في اول حاجة في اول اليوم. قبل يا عم ما يروح يفطر هيبقى محتاج بقى ان هو يقف في طابور العيش عشان يجيب العيش كده سخن وجاهز. واول شخصية معانا هتبقى في التحدي هي لوفي. لوفي بقى يا عم شخصية مطاطي كده وبيحب الاكل اصلا. هيقف في الطابور، لكن طبعا مش هيفضل واقف مستني. راجل مطاط هيعدي من فوق الناس وبحركة لطافة كده يجي هوبا خدت في الرغيف. وطبعا بما انه قرصان هيبقى يا عم بياخد العيش وبيطلع يجري ومش هيدفع فلوس. بعد كده بقى هيخش لك عم سونج، ده بقى شخصية بنية كده تنكة شوية كده. وممكن بقى ايه، لا يا عم انا مش هقف في الطابور ده، انا هبعت الظلال بتاعتي. وهوبا بحركه كده تلاقي الظل واخد نفسه جوه الكشك بتاع الرغيف، واخد الرغيف وهوبا هابط. وبما انه طبعا سونج جي وو هانتر مش زي لوفي، هيروح للراجل يقول له خد يا عم ادي تمن الرغيف، وهوبا يروح بقى عشان يشوف هيفطر ايه. اما بقى يا عم جوجو ساترو فده منتهى البساطه، راجل برنس بيحب الناس، لكن برضه مش هيفضل واقف يا عم في الطابور. هوبا بالانفانايت بتاعته هيوقف الدنيا ويجي رايح كده واخد الرغيف كده وحاطط الفلوس في جيب الراجل كده، ويرجع تاني يحرك الدنيا. وشكرا يا جماعه قضينا وقت جميل، نروح بقى نفطر. وده بقى يا عم هيبقى بيدخلنا على تاني تحدي. عشان يروحوا بقى يفطروا هيحتاج بقى مواصلات، يضطروا بقى ان هم يخشوا في تاني تحدي معانا، وهو يا عم المواصلات. يركبوا اسوأ مواصلة وهي بعد المتر على طول الميكروباص. لوفي يا عم هيركب يقول لك ايه ده؟ ايه يا عم الميكروباص ده بطيء قوي. لكن طبعا السفينة السان ماري اكيد يا عم اسرع بكتير. فبعد فترة كده هيزق. ده غير طبعا بما انه مطاط هتلاقيه يا عيني محشور في اخر كنبة ورا. لا يا رجالة ما بدهاش، انا هابقى انا كده. اما بقى امان سونج فده بالظلال بتاعته يقدر يروح اي حته ويتنقل في اي مكان. ممكن يا عم هو قاعد في الميكروباص يجي مطلع من فلوس كده محاسب اصلا
على كل الشباب وكل الناس اللي موجوده في الميكروباص، خد يا عم سواق. لكن بعد فتره هذا يا عم الموضوع مطول، ما بديهاش، انا اديها واحده بقى ايه، انتقال كده سريع للمكان اللي انا عايزه، هوب تك طخ. جوجو بقى يا زميلي ده قصه تانية خالص، ده هتلاقيه قاعد جنب السواق قدام، وهاتك بقى يا ضحك ويا هزار، شخصيه اجتماعيه جدا، وماله احنا قاعدين مرناش حاجه يا عم. تخيل انت بقى جوجو والسواق كده مشغل له اغنيه شبح ولا سرسجه ولا حاجه، وجوجو قاعد مندمج، لا وكمان بيغني هو والسواق، وهاتك يا عم يا ضحك. وده بقى مان بيدخلنا على تالت تحدي معانا، وهو بقى جه الوقت، الفتره اللي بتفطر فيها وبعد كده تتغدى فيها. طبعا هيفطروا طعميه، والغدا يا عم وش كده وش هيبقى كشري، مفيش كلام، مصر يعني غدا كشري. لوفي كده كده ما عندوش مشكله، بيلتهم الاخضر واليابس، هيبقى الفطار طعميه قشطه والغدا كشري قشطه، ما عندوش مشكله، ولو جبت له ايه هيبقى بياكله برضه عادي. اما بقى سونج فده يا عم بقى شخصيته اللي بنقول لك لا انا باكل سوشي، عندنا احنا سوشي هنا، احنا بنفطر يا عم طعميه، شغل الناس النايت ده ما عندناش، لا مفيش، تتغدى بقى كشري. ده ممكن يا عيني اصلا الكشري ده يجيب له سوء هضم او يجيب له تسمم اصلا. اما بقى مان جوجو فبحركه عطفه ولطافه هيبقى بيطلب الطعميه دي، لكن لحد ما ياكلها هيقول لك يا عم البتاعه المزيته دي ايه ده، وحتى يا عم الكشري ممكن يبقى تقيل عليه شويه، متعود بقى مان ان هو بياكل اخطبوط، انت ما شفتش الانمي ولا ايه؟ وده بقى مان بيدخلنا على رابع واخر تحدي، وهي لو الشخصيات بتاعتنا دي فجأة لقت نفسها في منطقة شعبية. لوفي اصلا كده كده راجل قرصان، متعود يا عم ان هو بيتعامل مع جميع الشخصيات، هيبقى قشطة والكلام والحوار ويلا بينا، ومش بعيد اصلا يبقى الموضوع بياخده ويقابل شوية لصوص ولا قطاعين طرق ويتصاحبوا على بعض، وتلاقي بقى لوفي طالع في نشرة الاخبار تاني يوم عملية سطو مسلح على بنك ولا حاجة. اما بقى سونج فاحنا شفنا في الانمي المستوى الاجتماعي، ده شخصيه من الشخصيات اللي هي بتاعه الكومباوند دي اللي بيقعدوا في التجمع، فمش هيبقى نافع معاه الكلام ده، اول ما هيشوف القصه كده هياخد نفسه واقرب ذل، وهاتك يا ايه يا هروب. ايه بقى يا مان، جوجو بقى متعود ان هو يبقى بيقعد في الضرب بتاعه الجوجوتسو كايزن النضيفه دي بجو بقى المدرسين بتاعه، ده ممكن يبقى شخصيه اجتماعيه وبيتصاحب على ده وبصنعه لطافه بيكلم ده، لكن في اقربها وقت هيجي مديها واحده انفاينايت موقف الدنيا وباي باي، كفايه على كده يا مان. احنا في الهبقوم بقى. وبكده يا مان تبقى الثلاث شخصيات الانمي اللي معانا عاشت جميع التحديات اللي بنعيشها كمصريين كل يوم. فبعد ما شفت كده الموضوع شاكب راكب، اكتب لي بسرعه، شايف ان اهني شخصيه من دول هتبقى بتهرب من مصر في الحق يا عم، ايه ده، دي الناس دي جامده قوي، ده عندها قدرات خارقه مش عندنا احنا بتوع الانمي. ولو سالتني يا عم مين اكتر فعلا شخصيه من شخصيات الانمي تتخيل انها تبقى عايشه في حياتنا في مصر عادي، ولا شخصيه من دول. ولو انت بقى عايز تشوف جزء تاني للفيديو ده بشخصيات تانية، اكتب لي بس يا عم في الكومنتات ايه الشخصيات التانية اللي انت متخيلها، ولو قضيت معايا بقى انا ادوك في الفيديو ده وقت جميل يا عم وضحكت، اخبط بقى السبسكرايب لو انت متابع جديد، وفعل بقى زر الجرس عشان يبقى بيوصل لك كل جديد وجديد اول باول. واشوفك بقى مان في فيديو انمي جديد وتحدي جديد.